فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه كلكم بتسالوا عليها دايما وبتبعتوا لي دايما ان انتوا عايزين نتكلم عنها. بصراحه الموضوع فيه شويه تفاصيل، عشان كده الفيديو ده اتاخر شويه. النهارده هنتكلم عن الفرق بين العطور التركيب والعطور الاوريجينال، ايه مميزاتهم وايه عيوبهم. قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفني اعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل فولو لو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك، او تعمل سبسكرايب لو بتتفرج عليا من على اليوتيوب، وما تنساش تفعل الجرس او تعمل جيت نوتيفيكيشنز عشان يوصلك دايما الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. خلينا الاول نقول ايه هو البرفيوم الاوريجينال وايه هو البرفيوم التركيب. يعني من الاخر، ايه اللي بيخلي ده غالي او غالي قوي ساعات، وايه اللي بيخلي ده مش غالي او رخيص قوي ساعات. مبدئيا، معظم العطور الاوريجينال المكونات اللي فيها او الزيت العطر اللي فيها بتبقى المكونات بتاعته معظمها طبيعيه، زي الفل والياسمين والفواكه عموما والليمون وكل الحاجات دي. غير طبعا في حالات معينه بيبقى في برفيوم فيها اوريجينال بس المواد اللي فيها ما تبقاش طبيعيه، وهنتكلم عن الحته دي بالذات ونقول ليه هي برضو بتبقى غاليه على الرغم من ان هي المكونات بتاعتها مش طبيعيه. عطور التركيب معظم المواد اللي فيها اللي بتبقى في الزيت العطري بتاعها بتبقى حاجه اسمها اروماتيك، وطبعا دي بتكون امان جدا ان اي حد يستخدمها. طبعا الهدف من ان هي بتكون اروماتيك ان هم بيحاولوا يخلوا ريحتها شبه ريحه العطر الاوريجينال بالظبط. ساعات نفس الريحه دي بتوصل لنسبه 50% او 60% ساعات، وده اللي بيخلي فيه اقبال كبير جدا على عطور التركيب، ان هي طبعا مش بتبقى غاليه زي العطور الاوريجينال. طيب خلينا بقى نروح للجزء الثاني اللي هو تصنيع العطور دي نفسها. ايه الفرق ما بينهم؟ لان اكيد مش العنصر الاساسي هو ان دي مواد طبيعيه ودي مش مواد طبيعيه. دليل ان في عطور اوريجينال المواد اللي فيها ما تبقاش طبيعيه، زي الديور سوفاج مثلا. ديور سوفاج ممكن ناس كتير ما تعرفش ان هو عطر مصنع، مش المواد اللي فيه مش مواد طبيعيه، مع ذلك من انجح العطور اللي موجوده في العالم دلوقتي. اول حاجه، ما فيش برفيوم اوريجينال في الدنيا ما يبقاش معمول له حاجه اسمها تعتيق. يعني ايه تعتيق وايه لازمته؟ ببساطه شديده، ايه برفيوم في الدنيا بيتكون من 3 حاجات اساسيه وحاجات تانية مش اساسيه. خلينا نتكلم عن الحاجات الاساسيه. الحاجات الاساسيه دي هي الزيت العطري نفسه، والزيت العطري ده انت لو شميته ريحته هتعجبك جدا، بس الفكره ان هو مجرد زيت، ولا هيثبت ولا هيبقى فواح ولا هيعمل اي حاجه، فبيحتاج ماده تانية يدوب فيها علشان يعمل الفوحان ويعمل الثبات اللي احنا بنشمه في كل البرفيومز اللي بنشمها. الماده دي هي الكحول. فكره ان في انواع من الكحول بتحتاج وقت كبير جدا علشان المادة العطرية تدوب فيها. طبعا في انواع كحول تانية مش بتحتاج وقت كبير عشان تدوب فيها، بس احنا بنتكلم على اعلى حاجة وارقى حاجة في العطور. عشان الزيت العطري فعلا يبقى قوي ونفاذ وريحته حلوة جدا، بيحتاج نوع معين من الكحول عشان يقدر ان هو يدوب وبعد فترة يبقى قوي. الفترة دي ممكن تبقى سنة وممكن تبقى سنة ونص وممكن تبقى سنتين. دي نقطة مهمة جدا، ان احنا بنشتري البرفيوم الاوريجينال احنا بنشتري مادة وبنشتري فوحان، بنشتري ثبات، وفي الجنب التاني احنا بنشتري مده. قوه البرفيوم ده تبقى بالطريقه دي، ومحتاج وقت كبير يتخزن فيه ويتعتق فيه مع الكحول عشان يوصل للدرجه اللي احنا بنشوفها دي. خلاص؟ طيب خلينا ننقل الناحيه الثانيه على العطور التركيب. العطور التركيب بتتصنع بنفس الطريقه؟ لا، عطور التركيب كعطور تركيب في حد ذاتها مش وحشه ومش مضره، وبالعكس ساعات بتبقى حلوه قوي. بس في حاجه مهمه جدا، ان في ناس بتستخدم مواد عشان تركب البرفيوم ده، المواد دي ضاره جدا للجسم، وساعات ممكن تجيب امراض وممكن تجيب سرطان. ومن اهم الحاجات دي هي الكحول نفسه. عموما في 3 انواع للكحول. اي حد بيركب برفيوم او حتى بيصنعه بيستخدم حاجه من الثلاثه. اول نوع هو الكحول الميثيلي، والنوع ده هو اخطر نوع واكتر نوع مضر للصحه. وللاسف في ناس كتيره بتشتغل في تركيب العطور بتستخدمه لان هو رخيص، بالتالي هيخلي ازازه البرفيوم التركيب رخيصه جدا. وده خلينا متفقين ان احنا نبعد عنه تماما واحنا بنشتري البرفيوم، لان ده فعلا مضر جدا 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 للجهاز التنفسي، ومضر جدا للجلد، وممكن يجيب سرطان في الجلد، وممكن يجيب مشاكل كبيره جدا. النوع الثاني وهو النوع الامن منه بكتير جدا، هو النوع اسمه الكحول الايثيلي. النوع ده اضراره الجانبيه تعتبر معدومه، وده المحلات التركيب الكويسه جدا هي بتستخدمه. ده مش بيحتاج وقت كبير في التعتيق. النوع الثالث هو الكحول الايزوبروبالين، والنوع الكحول ده مفيش حد بيستخدمه غير البراندات العالميه جدا، ان هو ده النوع اللي بيحتاج وقت كبير عشان يتعتق سنه او سنه ونص. هل محلات التركيب هتقعد سنه او سنه ونص تتعتق في عطر؟ طبعا ان في اكتر من بروسيس تانية بعد كده، اكيد لا. فبيستخدموا الكحول الايثيلي اللي هو اقل منه شويه. وعلى فكره الاثنين سعرهم قريب من بعض، الموضوع مش موضوع فلوس، هو الموضوع موضوع التعتيق. الكحول الايثيلي ممكن مده التعتيق فيه ما تاخدش اسبوعين 3 مثلا، وفي محلات تركيب مش بتحتاج ان هي تعتقه، مع ان الصح ان هو يتعتق على الاقل اسبوعين 3، الا ان ده يعتبر امن جدا وده يعتبر كويس قوي. ده من اهم المميزات اللي فيه، هو مش بيحتاج وقت كتير للتعتيق، وفي نفس الوقت سعره مش غالي. بس طبعا مستحيل يكون بيقرب حتى للبرفيوم الاوريجينال. انا بقول ان ده كويس بس بالنسبه للي هو بيديه، لكن بالنسبه للعطر الاوريجينال اكيد طبعا العطر الاوريجينال مش هيتباع ب 1000 ولا 1500 جنيه. حد تاني في محل تركيب هيقول لك انا هعمل لك نفس البرفيوم ده بكل المميزات اللي فيه 200 جنيه ولا 300 جنيه، مستحيل طبعا. ستيل برضو البرفيوم اوريجينال ثباته وريحته نفسها عن ثبات وفوحان البرفيوم التركيب، الا ان ساعات محلات التركيب ممكن توصل ان هي تخليه شبهه بنسبه 50% او 60%، فده ساعات بيبقى مرضي لناس معينه.
انا بالنسبه لي طبعا بحب البرفيوم الاوريجينال، ومش بحب البرفيومز التركيب. ان انا بالنسبه لي البرفيوم الاوريجينال هو حاله في كذا درجه، في كذا نوت، انت بتشم فيه حاجه وبعد كده حاجه وبعد كده حاجه. البرفيوم الاوريجينال حاله، لكن البرفيوم التركيب هو منجز وعملي للناس اللي البادجت بتاعتها مش كبيره. وان كنت برده مش بقتنع بيه، لان برده في مشاكل تانية زي الزيت مثلا ممكن يبطع الهدوم. موضوع الكحول ده ممكن ياثر على الجلد، لان انا معظم الحاجات اللي برش فيها البرفيوم تبقى على الجلد. فلو انا مش متاكد ان الكحول اللي محطوط في البرفيوم ده امن للجسم، مستحيل احطه. فبالتالي اضمن حاجه بالنسبه لي ان انا استخدم برفيوم اوريجينال وارشه على جلدي عادي، متاكد ان هو مش هيسبب لي اي ضرر. احنا كده متفقين ان الكحول عنصر اساسي من الحاجات اللي بتحدد جوده البرفيوم ده ايه. الكحول برده بيأثر على قوه البرفيوم نفسه، وان احنا هنحط البرفيوم ده في انهي فئه. هفهمك ازاي. معنى مثلا ان البرفيومز عموما الاوريجينال حتى بتتقسم لاكتر من نوع حسب درجه القوه بتاعتها وحسب درجه التركيز وحسب درجه الثبات. طبعا كل ما التركيز والثبات بتاعها بيزيد فكل ما هي هتقعد معاك وقت اطول، وكل ما الثبات والتركيز بتاعها هيقل هتقعد معاك وقت اقل. مثلا لو اتكلمنا على اكتر نوع مركز واحسن نوع فيهم هو البرفيوم، فده نسبه التركيز ممكن توصل فيه ل 40%. عشان كده ده اكتر نوع برفيوم ممكن يوصل معاك ل 8 ساعات، وده اللي بيخلي النوع ده اغلى نوع من انواع البرفيوم. طبعا النوع ده بيعتبر احسن نوع للناس اللي بشرتها حساسه، لان هو بيبقى فيها اقل نوع من الكحول. بعد كده بيجي الاودو برفيوم، نسبه التركيز فيه بتوصل ل 20%، وده بيخليها اقل شويه في السعر من البرفيوم نفسه. ودي ثباتها بيبقى برده حلو قوي، ممكن يوصل ل 6 ساعات او 5 ساعات، برده مناسب للناس اللي بشرتها حساسه عشان نسبه الكحول اللي فيها ما تبقاش كبيره قوي. ودي ناس كتيره جدا بتستخدمها لان سعرها مش بيبقى غالي قوي، هي بتبقى غاليه بس مش غاليه قوي. في نفس الوقت انت بتاخد بيها مده ثبات معقوله وحلوه جدا توصل ل 6 ساعات. بعد كده هنخش على الاودو تواليت، نسبه الثبات فيه ممكن توصل في حاجات لغايه 15%، سعرها مناسب جدا بيناسب كل الفئات، الثبات بتاعها بيوصل ل 4 ساعات، ومناسبه جدا في الصيف وفي الربيع بالذات. عايز اقول لكم ان ساعات في برفيومز معينه بيبقى الفيرجن بتاعت الاودو تواليت بتاعتها احسن كمان من الاودو برفيوم، عشان التركيز بتاعه بيبقى احسن ومظبوط، مش نفاذ قوي ومش ريحته تقيله قوي. وبعد كده في الاودو كولون، وده طبعا نسبه التركيز بتاعته بتبقى اقل قوي وانا مش برشحها. وفي الاخر خالص في اودو فريش، وطبعا دي انا مش برشحها ولا هي ولا الاودو كولون، انك فعلا كانك بتشتري ميه عليها كحول مش بتقعد معاك حتى ساعه. فعشان كده خلينا في تاني وتالت نوع اللي هم الاودو برفيوم والاودو تواليت، دول احسن نوعين لو انت بتشتري برفيوم. ولو عايز تعمل برفيوم تركيب، اهم حاجه انك تركز فيها انك تسال الشخص اللي بيعمل لك البرفيوم ده هل هو بيستخدم كحول ايثيلي ولا كحول ميثيلي. لان هو لو بيستخدم كحول ميثيلي ما تشتريش منه خالص، خليك عارف ان ده مضر جدا 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 لصحتك ولصحه الناس اللي حواليك. لكن لو بيستخدم كحول ايثيلي فده امن ما فيهوش مشكله. وان كنت انا برضو ارشح البرفيوم اوريجينال عشان انت نفسك تعيش التجربه بتاعه البرفيوم اوريجينال نفسه. اللي بيعمل البرفيوم اوريجينال ده حاطط ابداع وبيبقى حاطط وقت وبيبقى حاطط تجارب كتيره جدا عشان يوصل للريحه دي، مستحيل حد يقدر يقلدها بسهوله. في ناس بتشتغل في التركيب بتجتهد وبتحاول ان هي تحط مواد الكواليتي بتاعتها عاليه، وبتحاول ان هي تحط وقت، وبتحاول ساعات ان هي كمان تعتق الحاجات دي اسبوعين وثلاثه، بس برضه عمرها ما هتوصل للمستوى بتاع البرفيوم اوريجينال. في الاخر هو ده اللي بيميز العطر الاوريجينال عن عطر التركيب. انا برضه هستنى منكم في الكومنتات تقولوا لي رايكم، هل انتم معايا بتفضلوا البرفيوم اوريجينال على البرفيوم التركيب بالرغم من ان البرفيوم اوريجينال اغلى، ولا بتحبوا البرفيوم التركيب لان هو ارخص وان هو عملي اكتر معاكم؟ ولو عايزين نتكلم بالتفصيل على كل نوع اكتبوا لي برضه ده في الكومنتات. اعملوا لايك لو عجبكم الفيديو لان ده فعلا بيساعد، وما تنسوش تعملوا فولو لو بتتفرجوا عليا على الفيسبوك، او سبسكرايب لو بتتفرجوا على اليوتيوب، وتفعلوا جرس النوتيفيكيشن يوصل لكم دايما الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. طبعا اعملوا لي فولو على الانستجرام، هتلاقوني دايما بنزل حاجات جديده هناك كل يوم. سلام.